السلام عليكم ورحمة الله بنكرز، أتمنى تكونون بخير. أنا نجلة من قناة بينك أيديز. هالمرة جبت لكم وصفة لذيذة وسهلة وجبن يتمطط. أعتقد الكل يحب هذه الفقرة. لكن قبل نبدأ الفيديو ونشوف الوصفة، إذا تضغطون لايك، وإذا مو مشتركين اشتركوا. ويلا خلونا نشوف الوصفة اللذيذة والباستا اللي عن جد لذيذة وسهلة ومقاديرها بكل مكان. بس القصدير اللذيذة. المكونات اللي راح نحتاج فلفل أسود وملح وثوم مفروم كويس وزيت زيتون وأيضا بصل مفروم، وكمان قشطة خفق وكريمة خفق حقة الطبخ، وجبن موتزاريلا وطماطم مطحونة. أنا أطحنها بالبيت، أطبخها بعدين أطحنها، ممكن تستخدمون العلب اللي يناسبكم، وصلصة وأورجانو اللي هو زعتر بري، وبهارات عادية، وكمان بهارات إيطالية. في قدر راح نحط الزيت زيتون ونضيف له الثوم، نحمسه شوي، لا تطولون على الثوم لأن الثوم بسرعة يحترق. بعد كذا نضيف البصل، نقلبه كويس ونتركه 5 إلى 10 دقائق لحد ما البصل يذوب، ما يكون يعني يابس. ونضيف جميع البهارات، ولا تنسون الملح، وذوقوا قبل لا تخلصون الوصفة، تخلصون هذا الفقرة علشان تضبطون الملح إنه مضبوط. وبعد كذا أضفنا الطماطم للبصل والبهارات، ونترك الطماطم شوي، نخلطه كويس ونتركه شوي لحد ما يتسبك أو يطبخ تقريبا 5 إلى 10 دقائق. انتوا تشوفونه بس طبخ وتحسونه تسبك. في هذه المرحلة راح نضيف الصلصة ونخلط الصلصة كويس، وبس نشوف ان الصلصة اختلطت راح نضيف كريمة الطبخ ونخلطها كويس. ولا تنسون هذه الفقرة، ذوقوا الملح انه مضبوط او لا. بعد كذا راح نحط بالصينية قصدير زي ما انتم شايفين، كبروا القصدير واضيفوا الباستا. طبعا لازم تكونون سالقينها من قبل وبالكمية طبعا اللي تناسبكم. وبعد كذا نضيف الصوص اللي قبل شوي احنا سويناه على الفرن، واخلطوا الصوص اللي سويناه مع الباستا على اساس تتأكدون ان الصوص راح لكل الباستا. وآخر فقرة اللذيذة راح نضيف الجبن الموتزاريلا، وخلوكم كريمين جدا. ممكن في هذه المرحلة تضيفون جبن شيدر إذا تحبونه، ممكن برميزان اللي يعجبكم. بس بصراحة ما كان عندي متوفر برميزان، بس راح يضيف نكهة حلوة إذا كان متوفر عندكم، أو إذا تفضلون تحطونه. وبعد كذا ندخل المكرونة أو الباستا للفرن تقريبا نص ساعة. هي متسبكة الصلصة، لكن نبغى برضو المكرونة أو الباستا تاخذ النكهة والجبن اللذيذ يذوب. واستمتعوا بالطبق، جدا لذيذ لذيذ، لا يفوتكم. وبس أتمنى يكون عجبكم الفيديو. لا تنسون اللايك والاشتراك بالقناة، ويا ليت تشاركون الفيديو مع أحبابكم. اكتبوا لنا تحت في الكومنت إيش حابين وإيش رأيكم بهذه الوصفة. نشوفكم بالفيديو الجاي إن شاء الله. مع السلامة.